مسلسل سوري من بطولة انفلونسر. شو عم بيصير بشركة قبض؟ بوستا فيو بتكشف لكم التفاصيل حصريا. ليك المشروع انطرح معنا من حوالي 4 أشهر. أنا كنت موجود بدبي. مسلسل اسمه إيت جير، إخراج إبراهيم قاسم. هو مسلسل للإنفلونسر، رح نشتغل عليه 15 حلقة. مفاجأة من العيار الثقيل، صبية إنفلونسر كتير معروفة، رح نروي القصة تبعها بمسلسل إن شاء الله ضمن رؤية وبصرية ومعالجة درامية رح تكون صحيحة. هي سورية؟ هي بس مقيمة برات البلد. قصة العمل مشوقة جدا لأنه مر كتير عالم فيها بس التعامل معها، يعني بس تعرف انت التعامل مع الانفلونسر بمسلسل درامي غير انك تصور اعلان او اغنيه او شيء. فانت وقت عم تفوت بعمل درامي في له تركيبه معينه، تجربه جديده هي لنا ما صايره قبل. نحن حنجربها، يعني نحن رح نجرب هي التجربه ونشوف شو مثل ما بيقولوا القصص اللي بتطلع نابعه عنها. انا واثق انه ان شاء الله بتنجح التجربه هي، بس طريقه تنفيذها، طريقه تصويرها، طريقه تحضيرها، طريقه تفاعل الانفلونسر كبطله تكون بهذا العمل، هذا اللي احنا عم نشتغل عليه هلا. ومع كوكب من النجوم. احنا ممثلين من خريجي المعهد العالي، رح يكون يعني رح نلعب لعبه دراميه كثير ان شاء الله الجمهور حيحبها. هلا للأمانة نحن حاولنا كتير نعرف اسم الانفلونسر، بس في تكتو مع المفاجأة. انتو مين بتتوقعوا تكون البطلة؟ او مين بتحسوا انه قصة حياتها ممكن ينعمل منها مسلسل درامي؟